ودع الهلال السعودي كأس العالم للأندية بعد مشاركة تاريخية حقق فيها إنجازاً باعتباره الفريق الوحيد من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي يتواجد بين الثمانية الكبار في المسابقة. وخسر الهلال 1-2 أمام فلومينينس البرازيلي في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة في دور الثمانية من البطولة المقامة حالياً بالولايات المتحدة، وهي الهزيمة الوحيدة للفريق السعودي الذي كتب التاريخ بإطاحة مانشستر سيتي الإنجليزي من دور ال16 بعد أن استهل مشواره في دور المجموعات بتعادل تاريخي أمام ريال مدريد الإسباني. وجاءت خسارة الهلال أمام فلومينينسي ليس فقط لتنهي مشواره في مونديال الأندية، لكن لتحريمه أيضا من 21 مليون دولار كان سيحصدها حال تأهله للدور قبل النهائي. ومع نهاية مغامرة الهلال في كأس العالم للأندية، فإن الزعيم حصد من مشاركته التاريخية في المونديال 34 مليون دولار، وهي أكبر مكاسب يحققها فريق عربي في نسخة عام 2025. وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فإن الفريق الذي يحقق فوزاً في دور المجموعات يحصد $2 مليون، بينما يحصل الفريق على $1 مليون حال تحقيق التعادل، وينال $7.5 مليون حال بلوغه دور ال16، ويحصل على $13.125 مليون إذا تأهل إلى دور الثمانية. كما تقضي لوائح الفيفا على حصول كل ناد آسيوي على $9.55 مليون نظير مشاركته في البطولة. وشاء تحقيق الهلال فوزين وتعادل في دور المجموعات ليمنحه $4 ملايين بجانب الحصول على $7.5 مليون مكافأة التأهل إلى ثمن النهائي، و$13.125 مليون مكافأة التأهل إلى دور الثمانية.